أهلا ومرحب بكم. منور. كل التحية للإخوة الأصدقاء المتابعين معايا على الصفحة. في حاجة حصلت خلال ال 48 ساعة اللي فاتت دول. أولا، على القطاع الشمالي في مصر وفي ميناء الإسكندرية الآن ترسو أضخم قطعة في الأسطول التركي رافع العلم المصري والعلم التركي في مناورة سريعة، ثم الانتقال نحو البحر الأحمر للحاق بحاملة الطائرات المصرية من استرال عبد الناصر، للحاق بالقوات المصرية اللي نزلت مقدشيو بالأمس. نقطة، سطر جديد. أنت بتتحدث عن تأمين أخطر جبهة الآن الخوف منها كتير بعد ترويض جميع الجبهات الحدودية للسودان. لم يبقى إلا الجبهة الشرقية الخاصة بأثيوبيا، حتى لو أعدلت من مواقفها لكن لا يؤمن إطلاقا، يعني لا يمكن أنك تشعر بالأمان في ظل وجود مثل هذه الإدارة بقيادة هذا الملعوب في أساسه المدعو أبي أحمد. طبعا هتلاحظوا أن مجرد ما وصلوا الطائرتين العسكريتين إلى مطار مقدشو صارت وزارة الخارجية الأثيوبية بالاستنكار، وأن في دول فاعلة، وأن في دول وإحنا مش هنقف يعني موقف الخاملين ومش الخاملين. لا، أنا بقولها لك وهات آخرك، ما تقفش موقفها. طبعا هو بينه وبينكم عنده حق، راجل نام صحي. لا، الجيش المصري على حدوده، يعني لازم يبقى في الحاله دي يعني. ومش الجيش المصري بس، الجيش المصري وكمان اسطول تركي بقى معانا في الصومال. اعتقد ان من ضمن الحاجات اللي جمعت مصر وتركيا السودان، يعني من ضمن المواقف اللي نشهد بيها، يعني ان عند الضروره تجد برضو ان التعاون اللي فيه السمة الإسلامية كده موجود. يعني تركيا طبعا تبحث لها عن مكان، وده حقها، وهي أولى من غيرها لما يكون في مفاضلة بين تركيا وما بين أي دولة تاني في أوروبا أو في حتى الشرق. لا طبعا هتفضل تركيا بكل المقاييس يعني. فوجود تركيا بجوار مصر في التوقيت ده تحديدا في منطقة الصومال، ده بيعمل نوع من ان الزام هذا الجانب مش بالحياديه بل والتقهقر، الى انه هو كان عمل حركه خلال الفتره اللي فاتت بالفشقه، وكان في كام حاجه حصلت ظهرت كده من اثيوبيا. ولا يخفى على احد ان اثيوبيا شريك وضلع اساسي في المؤامره، سواء على السودان او على مصر، لذلك انا اقول من اليوم لن يستطيع، على رأي أي حركة هكة ولا هكة هتلاقي الدنيا اتطربقت على دماغك من كل حتة. يعني الآن أبي أحمد في حالة صراخ، ووزارة الخارجية في حالة صراخ، لكن لن يفيد الصراخ. يجب تحييد أي قوة تحاول العبث بالأمن القومي المصري السوداني. ده أمر منتهي. أراكم في فيديو آخر.